زمان في 2021 دي اخر سنه تقريبا عدى عليها مصر كان فيها خير. انا فاكر ساعتها الفئه تيبو تقريبا كانت سعرها 240 الف جنيه، والكيا سبورتاج تقريبا كان سعرها 450 الف جنيه في الحدود دي. حتى السوزوكي اسبريسو العربيه الصغيره اللي قد كده اللي ممكن تحطها في جيبك وانت طالع البيت كان سعرها تقريبا في حدود 140 الف جنيه، وكان عليها اوفر برايس 5000 جنيه. كلام فاضي يعني. فواحد زي شاف الاسعار دي كلها من 3 سنين تقريبا، لما ينزل خبر دلوقتي ان توكيل داينامكس عربيه جديده من فئه الكهرباء هي فئه البولينو، اللي كانت عربيه بنزين زمان نزل في 1937 كانت بتقارن بالزستاف على العربيات الصغيره دي، ونازل سعرها كام بقى؟ 650 الف جنيه. على عربيه كهرباء البطاريه بتاعتها 5.5، يعني تقريبا بتمشيك الرسمي 75 كيلو، بس نقول في حدود 60 كيلو. يعني عربيه من الاخر كده بديل الجولف كار، بديل التوك توك. يعني من الاخر كده عربيه ما ينفعش تخرج بره الكومباوند، حتى مش جوه المدينه. يعني انت تخيل لو خرجت حتى في التجمع وراكب عربيه الباب بتاعها عباره عن فتله كده بتتخلع وبتتركب. العربيه دي معموله جوه الكومباوند فقط لا غير، سواء في الساحل او سواء في القاهره. عربيه زي دي بقى لما سعرها ب 650 الف جنيه سعرها كتير شويه. يعني المفروض الشركات والدوله يبقى لها تدعيم اكتر من كده لعربيات الكهرباء بالذات، زي ما بيحصل كده في امريكا واوروبا، عشان نبدا تنتشر نبدا نشوفها في مصر. ده 650 الف جنيه دول من 3 4 سنين كان يجيبوا سكودا كودياك اصلا. فما بالك دلوقتي كل اللي يجيبوها عربيه الباب بتاعها بيتفتح وبيتقفل بفتلتين كده. المهم دلوقتي قول لي في الكومنتات لو انت معاك المبلغ ده تشتري ايه. اشوفكم الفيديو الجاي، يلا سلام.